ليه المشاريع بتفشل؟ أهم 5 أسباب لازم تتجنبها. 90% من المشاريع الصغيرة بتقفل خلال أول 3 سنين، وكتير من الناس بتخسر كل فلوسها بسبب أخطاء بسيطة. النهارده هقول لك أخطر 5 أسباب بتدمر الشركات الناشئة وإزاي تتجنبها. السبب الأول، اختيار السوق الغلط. لو حابب تفتح مطعم في منطقة ما فيهاش ناس بتحب الأكل اللي أنت بتقدمه، أنت بتحفر قبرك بإيدك. الحل، ادرس السوق الأول، شوف المنافسين وتأكد إن في طلب حقيقي على المنتج أو الخدمة اللي بتقدمها، ما تتحداش نفسك. السبب الثاني، الإدارة المالية السيئة. كتير من رواد الأعمال بيصرفوا فلوسهم على حاجات مش ضرورية زي مكاتب فخمة وإعلانات ضخمة بدون تخطيط. الحل، حافظ على الران واي اللي هي مدة بقاء الشركة بدون أرباح، وما توسعش قبل ما تحقق تدفقات نقدية مستقرة. السبب الثالث، التسويق الضعيف. المنتج بتاعك ممكن يكون الأفضل، بس لو محدش يعرفه مفيش مبيعات. الحل، اتعلم أساسيات التسويق الرقمي واعرف ازاي توصل لجمهورك بأقل تكلفة. السبب الرابع، عدم التركيز. مشاريع كتير بتموت لما الناس بتشتت نفسها في أكتر من مجال في نفس الوقت. الحل، ركز على حاجة واحدة بس وابدأ بتخصص محدد قبل ما تتوسع. السبب الخامس، الفشل في بناء فريق قوي. ما تحاولش تعمل كل حاجة بنفسك. الشركات الناجحة تعتمد على فريق متميز يقدر ينفذ الفكرة. الحل، اختار الشركاء والمؤسسين اللي عندهم خبرات مختلفة ووزع المهام بذكاء. وما تنساش تتابعني عشان توصلك أسرار ريادة الأعمال والاستثمار الحلال.